هرمون الدوبامين. الدوبامين الهرمون المسؤول عن السعاده. في هرمون تاني زي هرمون السيروتونين ده برضه مسؤول عن السعاده، بس ده هنخليه في فيديو تاني. طيب الدوبامين ده بقى بيتحفز في الجسم من خلال حاجه بنعملها وبنلاقي نتيجه. بمعنى شخص كان مليان دهون واستمر على التمرين لحد ما وصل للشكل اللي هو عايزه، ودي كانت عاده سلبيه عند الشخص ده فتحولت لعاده ايجابيه، والشخص ادمن العاده دي بسبب النتائج اللي عملها. ودي الطريقه الصحيحه لزياده الدوبامين في الجسم لفترات طويله. وطبعا قيس على كده بقى امثله كتير والعكس صحيح، زي طبعا السجاير واللي انت فاهمه، الطريقة الغير صحية زي المخدرات. وهنا الدوبامين بيرتفع في الجسم بنسبة مؤقتة، بيحسس الشخص بالسعادة. بمجرد نزول الدوبامين بيحس عكس الإحساس اللي حاسه في الأول، ده راجع للنزول السريع لمستويات الدوبامين، وده في الأساس ناتج بسبب ارتفاع هرمونات تانية زي البرولاكتين، ودول بقى من أحد الأسباب اللي بترفع هرمونات الدوبامين سواء بقى إيجابية أو سلبية. This is a device which trains the animal to turn on the stimulus for himself. Here you notice the animal wandering toward the pedal. When he first touches it, he gets no stimulation. It's not connected yet. Then, one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on. They would just keep doing it for long, long periods of time. They would do it to exhaustion.